النهارده عندنا باكج مميز، يعني انا الصراحه كنت منتظره بقالي فتره. الباكج ده جاي لنا من الصين. انا اول مره الصراحه يجي لي حاجه من الصين، يعني مش هضحك عليكم اقول لكم ان انا يعني باخد باكجز يمين وشمال. يعني دي شركه اول مره تبعت لي حاجه. الشركه دي اسمها فاين، والشركه دي متخصصه في الميكروفونز، او يعني ده البرودكت اللي جاي لي النهارده. انا الصراحه كنت بدور على ميكروفون كويس، وهي الشركه تواصلوا معايا وعرضوا عليا الميكروفون الاي ام 6. وانا الصراحه قلت لهم يعني انا ما بعملش اعلانات. اولا لازم ان انا استخدم البرودكت قبل ما انا اقول رايي عنه، عشان انا مش هبقى يعني هتحاسب امام الله عن حاجه انا قلتها لك غير لما انا اكون متاكد 100% ان الحاجه دي كويسه، او انصحك بحاجه تانية طبعا على حد خبرتي وعلمي. تعالوا نشوف ايه اللي وصل. يا سلام، الباكج وصل يا رجاله. وايرد ميكروفون اي ام 6. خلينا نبدا نفتح ونشوف دلوقتي الكواليتي بتاعته عامله ازاي. طب يا جدعان، الباكج جت. الرابنج الصراحه انا شايفه كويس جدا، يعني شابوه بجد للبريد المصري. يعني الرحله كانت شاقه عليها، في اثار كده ان هي يعني ايه، اتضربت شويه في الطريق. او نفتح بمفتاح كده، عشان ايه؟ مش عايز ان انا استخدم قطر. اي حد تاني كان عادي مسك قطر وراح فتحها، بس انا بحب ان انا اعقد الدنيا على نفسي. ال AM6، او يعني الميكروفون ال AM6. طبعا ده ال AM6 يعني هو مالتي بيربس ميكروفون. ده من شركة اسمها فاين. الشركة دي متخصصة في الميكروفون. طبعا الميكروفون ده المفروض هيكون فيه RGB، وكمان كام ميزة كده هنشوفهم مع بعض. يلا نبدأ نفتحه. ماشي، في ده المانيوال، دليل الاستخدام. طبعا الرابنج يعني حاجة لطيفة جدا ان هو يحمي الميكروفون. معرفش ده عشان هو جاي من بره ولا ايه. نيجي للوحش الكبير. طبعا الميكروفون من بدايته كده شكله بريميوم جدا. الفيل بتاعه كمان يعني مش خفيف. المايك ذات نفسه ما تحسش ان هو حاجة بلاستيك خفيفة. ده اتوقع معمول من جزء منه حديد وجزء منه بلاستيك، بس المفصلات ذات نفسها كويسة، يعني الحتة الدائرية اللي بيدور فيها دي. وبعديها طبعا بيجي من تايب سي ليو اس بي، دي اللي بتوصلها، لان المايك ده على طول بلاج اند بلاي. مش بتحتاج اصلا ان انت مثلا تعمل تجيب فانتوم باور والكلام ده كله مع المايكات اللي هي الكبيره. يعني انت لو شغال في موضوع المايكس ده هتبقى فاهم انا قصدي ايه. فحته ان يبقى في بلاج اند بلاي مايك، يعني دي جيم تشينجر بالنسبه لنا. بيجي مع البوب فلتر، يعني المخصصه ليه. البوب فلتر دي طبعا بتتشال. انت ممكن يعني تشيلها وتحطها في اي حتة انت عايزها، على حسب انت مثلا بتتكلم يعني انهي الجهة المناسبة ليك اللي انت عايز تتكلم منها. فدي حركة لطيفة جدا منهم. خلينا بس نشيل البوب فلتر ده دلوقتي. طبعا للوهلة الاولى انت عندك هنا كام حاجة انت محتاج ان انت تاخد بالك منها. انت عندك هنا في اول حاجة خالص يعني زي بروفايلنج للمايك. البروفايلنج ده في حتة هنا للجيم. انت لو جبته هنا المفروض ان هو هيبريوريتايز الجيمنج. يعني لو انت مثلا بتلعب او حاجة زي كده، فالصوت بتاعك هيبقى بطريقة معينة، طريقة مختلفة شوية. ولو جبته الناحية التانية على التشاتنج هيبقى برضو بروفايل تاني تستخدمه بطريقة تانية. عندك هنا في الجنب ده جنب للهيدفون وجنب للميكروفون، وده الصراحة مميز جدا، لان انت ذات نفسك ممكن تكون ان انت عايز تسمع الصوت بتاعك وتتأكد منه عشان تعرف الصوت بتاعك عامل ازاي، هل الصوت بتاعك كويس ولا لا. فحتة ان هو يبقى فيه included headphone jack دي الصراحة لطيفة جدا. كمان ان انت تتحكم بالصوت بتاع الميكروفون، طبعا حاجة مميزة. فوق بقى يعني دي الصراحة الميزة الكبرى اللي فوق ده يا جدعان، ميوت بutton. يعني انت مثلا انا عمال بتكلم دلوقتي، فانا خلاص انا عايز ان انا مثلا المايك ما يلقطش الصوت بتاعي، فهقوم دايس هنا كليك. يعني هي حاجه زي تاتش كده، هو مش اكشوال زرار، بس هو زي حاجه تاتش كده. انت بتعمل تاب كده بس المايك بيقوم عامل ميوت. تعمل تاب تاني المايك بيقوم عامل صوت او يرجع ان هو يلقط الصوت بتاعك. لو جينا هنا تحت في ثلاث زراير. في زرار للار جي بي، يعني انت ممكن تقفل الاضواء وتنورها تاني. ده المدخل بتاع الهيدفون جاك اللي احنا كنا لسه بنتكلم عليه من شويه. وده زرار ثالث، اتوقع ان هو الزرار اللي هو بيشغله برضه، هنتاكد لما نشغله دلوقتي حالا. ورا هتلاقي مدخل اليو اس بي سي اللي هنوصل فيه كابل. خلينا نحط الكابل دلوقتي.
حتة ان هو بيتلت دي الصراحة ان هو بيرجع لورا كده، يعني ايزي اكسس قوي، يعني الموضوع لطيف. حوار نضيف قوي الحتة دي، يعني مش شركات كتيرة بتعملها. ده رابنج انا عندي منه. ده انت بتعمل كده عشان ايه؟ ايزي اكسس لو عايز تربط اي حاجة مثلا بتاع. فموضوع الصراحة لطيف جدا. وده الكابل، خلينا ان احنا نوصل. تمام، احنا كده وصلنا المايك، وهنا عشان نربط المايك، يعني مثلا انا عايز اربطه في بوزيشن معين من غير ما يتحرك كل شوية، فممكن اجيبه كده وبعدين اقوم اقرط على الحتة دي فيقوم ايه رابط. خلينا نجيب اليو اس بي ده كده نجرب. طبعا كده المفروض اتعمل له ريجستر المايك زي ما انتم شايفين، نور الار جي بي بدأت تنور. خلينا نحط البوب فلتر عشان نجربه. كده هو قال لي الديفايس خلاص ريدي سيت اب وريدي تو يوز، يعني انا لو جيت غيرت المايك بتاعي المفروض ان هو كده يشتغل بالمايك الجديد ده كده يا جدعان. وانا بستخدم المايك طبعا، يعني الصوت زي ما انتم شايفين. انا كده خليني اعمله على موضوع الجيمنج. انا كده على المود بتاع الجيمنج، يعني انا اخترت مود الجيمنج. خلينا نشوف، ما اعتقدش ان في حاجة هنا اقدر ان انا اصمم عليها يعني. خلينا ان احنا نحاول ان احنا نعمل كمان حاجة في الحاجات اللي هي الفورميدبل فوق. يعني لو جيت هنا مثلا ممكن نجرب السبيشال جريد دي الهارد، ونشوف تين جوجو يعمل ايه معاها. الفكرة في تين جوجو عموما، يعني ان هو بيعتمد على ان انت كل شوية فاهم تقوي التيم بتاعك كله او الفريق بتاعك كله. بلاش نستخدم دي. وتبقى عارف ان انت عايز ان انت تالتمت كل شويه. يعني انت الفكره ان انت عايز تالت، يعني هي الالت بتاعته كل ما هتالت كل شويه كل لما هيبقى الموضوع احسن بكتير. طبعا تاني ابيليتي يعني بتديك اللي هو ان هو ما يتضربش دي، فمعظم الوقت بنضطر ان احنا نستخدمها في الاول، يعني فاهم. حاول ان انت دايما تستخدم الابيليتي دي في الايرلي جيم. بعديها على طول استخدم اللي هو اول قدره. بس احنا عندنا يوتا ايه قوي سيكا. ماشي، برضو هنعمل تيورنج هنا نقوي، ودي مش مستاهلة ان احنا نستخدمها. وبرضو هنقوي هنا. وممكن هنا مثلا نعمل الاول ابيليتي عشان نعلي الالتيميت بار بتاعته بسرعة. اول قدرة عنده هي اكتر قدرة بتعلي الالتيميت بار، ويعتبر اكتر قدرة يعني بتبقى افضل ان انت تستخدمها لانها كمان بتقويه هو ذات نفسه. يعني بص، لو بصيت هنا هتلاقي في applies provocation one turn، يعني اللي هم يضربوه كمان يعني. هي بتعمل هايبريد، يعني بتعمل ما بين physical وكيرسد، ما بتعملش كيرسد بس. فإلى حد ما يعني استخدامها برضو مفيد يعني، وشكلها جامد. انا مش هستخدم الالت هنا، خليه للدور اللي بعديه. ممكن نستخدم دي عشان نقوي الكريت. ومثلا نستخدم دي لان عدى 4 ادوار. صح، عدى 4 ادوار، نستخدم دي. وبعدين نشوف كده ايه اللي هيحصل هنا. ماشي ماشي اوكي، موته. نستخدم بقى هنا الالت المفروض يعني بكل الافكتات اللي عندنا. احنا عاملين كام افكت لطيف. يعني لو دوسنا هنلاقي في هنا increase damage dealt, increase physical, increase cursed, increase damage dealt. يعني هو ده اللي بحبه في الشخصيات اللي زي نانامي او ياجا، ان حتة الانكريس كل شوية بتاعته دي لطيفة جدا. ونعمل هنا الالتيميت الجميلة، ويعتبر كده اتوقع ان هو هيموتهم. يعني متهيألي هي وان شوته. خلينا نشوف، احتمال كبير يوان شوت. ياه، not even close. ما وان شوتوش. بس هو ده الحلو في النسخة دي، ان انت ممكن تفضل تكمل عادي يعني، مش فارقة. يعني فاهم، ما وان شوتوش كمل. يعني اللي بعده، اوصل للالتيميت اللي بعدها. حتى الابيليتي الاولى بتعمل دامج يعني حلو، يعني مش وحش.
خلينا زي ما احنا كده، مش عايز استخدم اي حاجه من الحاجات التانية. تعال نجرب الابيليتي دي، بس مش يعني ما بتعملش دامج كبير قوي. هو كده كده وعنده ريزيستن لينا متهيألي، يعني اللون الاصفر اللي نازل تحت ده معناه ان احنا بنعمل ضرر اقل عليه، فممكن تكون دي مشكلة. خلينا نحاول نجيب الالتيميت تاني، نحاول نعلي الالتيميت تاني. ماشي. يعني هو الفريق الى حد ما برضو الفريق عندي ايه مش متلفلف قوي، بس هو يعني مش قوي تنين، فاهم يعني، هو عادي برضو. خلينا كده وخلينا نحاول. مش لو دي جابت الالت يبقى الصراحة عاش جدا زي الفل. الالتيميت بتاعته بتيجي بسرعة قوي، الالتيميت بتاعته فعلا بتيجي بسرعة جدا يعني. تعالى كده ونعمل زي ما احنا كده، دي كده ايه ده فضل دور ونضرب. طب استنى معلش بقى، استنى الدور اللي بعديه. فضل دور ونضرب الميموري بتاعتنا، وهو كده كده ما بيمشيش بقى، يعني ما بيمشيش، فخلاص معانا حاجة ما بتمشيش، نروق عليه. احنا الصراحة اتبهدلنا من اللي كل شوية يمشي ده. تعالى بقى نشوف. كده كده هتموته يعني، بس انا عايز اشوف الارقام، عايز اشوف ايه الارقام يا شباب. 175 متهيألي 175 الف دي عشان هو يعني اللي قدامه عنده ريزيستن لنفس اللون بتاعه اللي هو الاصفر، اتوقع ان هو ده السبب يعني. طيب المايك ذات نفسه كبيلد كواليتي، البيلد كواليتي بتاعته يعني فعلا كويسه جدا. الصوت حاليا انت سامعه طالع منه، كان في زنه كده بتحصل في المايك يعني، بس الزنه دي انا حاولت ان انا احط الكابل اليو اس بي في بورت تاني في البي سي يعني، عشان حوار الزنه دي تروح، والحمد لله الزنه راحت. فدي حاجه كويسه، ان الزنه دي كانت مضايقاني بشكل غريب جدا. بس يعني انا قلت اكيد مثلا ايه البورت اللي انا حاطه فيه، انا كنت حاطه في البورت اللي فوق بتاع البي سي، فقلت يمكن عشان انا حاطه في البورت اللي فوق ده، فهو ده اللي مسبب المشكله. فالحمد لله اتوقع ان انتم مش سامعين الزنه اللي انا كنت بتكلم عليها دلوقتي. طبعا المايك فيه حاجات لطيفه جدا، حته ان انت تقدر ان انت تعدل على الميكروفون، دي حاجه لطيفه. بس انا انصحك ان انت دايما هاته للاخر يعني، لان لما انا عملته كده لقيت ان انا الصوت اللي طالع يعني مش اقوى حاجه. فانت يعني اعمله من هنا، ولو عايز ان انت تعدل على الصوت استخدمه مثلا من جوه من البي سي، يعني من اي بروجرام انت بتشتغل بيه. طبعا موضوع السماعه انا مش شغال معايا نهائي، انا حاولت بكل الطرق ان انا اشغل موضوع السماعه ده، ولكن هو مش شغال خالص. بالنسبه للبروفايلنج يعني لو بصيت هنا ده المفروض بروفايلنج، هتلاقي هنا مود للجيم ومود للتشات، بس انا برضو الاتنين انا ما خدتش بالي يعني، ما لاحظتش اي فرق ما بين الاتنين دول. البوب فلتر كويس يعني، حته ان هو بوب فلتر كده شكله لطيف بدل الحنش اللي عندي ده اللي هو يعني واخد مساحه على الفاضي. فالبوب فلتر الصغير ده لطيف جدا. عندك هنا بقى يعني برضو حاجة، يعني انا ما اعرفش يعني هل دي عيب في اليونت اللي معايا ولا لا، بس انت عندك الزرار ده المفروض بيقلل النويز يعني اللي حواليا. فبص ايه اللي هيحصل لما انا ادوس على الزرار كده، دوست على الزرار، فانت شايف الجودة بتاعت الصوت بقت عاملة ازاي يعني، انت حر. تعال ندوس عليه تاني. فدي يعتبر كل الميزات اللي موجوده. طبعا الزرار بتاع الار جي بي اللي هو اللي بيغير الالوان ده برضو لطيف جدا لو انت مهتم بموضوع الالوان ده. انا الصراحه يعني مش مهتم قوي في موضوع الالوان. واهم حاجه انا بقى بالنسبه لي كصانع محتوى هو الموضوع ده، حته ان انا اقدر ان انا كده يسجل، واول يعني اول ما المسه من فوق كده يقفل المايك على طول. فدي بالنسبة لي أنا كصانع محتوى حاجة يعني لطيفة جدا. دي كل المزايا يعتبر، والحاجات اللي ما عجبتنيش اللي أنا لقيتها
وأنت طبعًا ليك كامل الحرية إن أنت تقيّم بناءً على اللي أنت شايفه. أنا لمّا شركة Fine كلمتني، أنا قُلت لهم إن أنا مش هينفع إن أنا أقول رأيي في حاجة بدون ما أنا أجرّبها، عشان كده أنا خدت فترة شوية عقبال ما أجرّب المايك، عشان أشوف فعلًا إيه المميزات بتاعته وإيه العيوب بتاعته، لإن دي شهادة أمام الله. أنا ما ينفعش إن أنا أrecommend حاجة أو أظهر حاجة من غير ما أقول مثلًا دي والله دي مميزاتها كذا أو دي عيوبها كذا. وطبعًا أنت لك الحرية إن أنت تشوف لو في حاجة لهذا المايك، لإنه يعتبر budget مايكروفون، يعني هو مش غالي أوي، هو budget مايكروفون، فإلى حدٍ ما سعره كويس. طبعًا أنا هاسيب اللينك بتاعه تحت في الdescription، واكتبوا لي تحت في الcomment إيه رأيكم في الquality عمومًا بتاعة الصوت، هل الquality بتاعة الصوت كويسة، هل في حاجات أحسن؟ واكتب لي برضه لو في مايك تاني تحب إن أنا أجيبه أشتريه أنا يعني وأعمل عنه review، أو أي item تانية تحب تشوفني إن أنا باعمل عنها review. وبس كده، كان معاكم علي متولي، وشكرًا ليكم.